تحية نضالية. نحن نعتبر أنفسنا حركة صحيحية لإنقاذ جمعية بن قمود. نقول بأن هذه الحركة تضم الجميع، ليس لها أي انتماء سياسي ولا تحركها أي جهة، بقدر ما تسعى إلى مصلحة الدوار، إلى التغيير من داخل جمعية بن قمود. نقول بأننا راسلنا قمنا بمجموعة من المراسلات ومجموعة من البلاغات في شخص رئيس جمعية بن قمود بتاريخ 11/11/2016 وكذا قائد قيادة سيدي بيبي. نطالب إياهم بالتدخل العاجل لإيجاد حل مشكل لجمعية بن قمود، إلا أن أحدا لم يستجب لذلك، فقررنا مراسلة السيد العامل والسيد ولية أكادير بتاريخ 1/20/2017، إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا، فقررنا بذلك الدخول في أشكال احتجاجية ميدانية. فقمنا بوقفة احتجاجية في تاريخ 2 فبراير 19/2017 وتلتها بذلك خطوة احتجاجية كما ترون اليوم. وبالتالي نطالب بمحاسبة المكتب المسير لجمعية بن قمود في مجموعة من المشاريع، أهمها مشروع تربية الماعز المدعم من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الفلاحة وشركاء آخرين. كما نطالب بمحاسبة المكتب في مشروع توسيع شبكة الماء الصالح للشرب المدعم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا مجموعة من المشاريع كقاعتي الخياطة والمعلوميات. وبالتالي المعركة النضالية مستمرة إلى حين تحقيق كافة المطالب. أما بخصوص علاقتنا مع البلومبي فيها وضع إفادة من صلاحيات المكتب، احنا ما كندخلوا ما كنخرجوا بصريح عبارة. المطالب في حال لغة التهديد والتخويف والشائعات. حنا مطالب ديالنا واضحه، مطالبنا هي اننا بغينا المحاسبه ديال هذه الجمعيه. حنا ما كنطلبوش منهم شي حاجه اللي هي كبيره، حنا بغينا فقط المحاسبه ديالهم مع مصير المشاريع ديالنا اللي هما مشروع الماعز وكذلك مشروع نادي الخياطه وكذلك مشروع روض الاطفال ومشروع قاعه المعلوميات، وفين كيمشيو الفلوس ديال الماء لازيد من 900 عداد. حنا ما عمرناش في هذه الجمعيه دارت شي حاجه لهذا الدوار ديال بن قمود لازيد هذه سنين. انا لو انك جيتي لهذا الدوار قبل 10 سنين غادي تلاقاه كما هو وكذلك الان. حنايا درنا هذه الوقفه من اجل رد الاعتبار لهذه الساكنه، لان هذه الجمعيه لا حقرتنا بزاف وكاع ما معتبرانا واش كاينين.